هذا الفيديو هزلي ساخر غرضه الدعابة فقط ولا يمت للواقع بأي صلة. هل مغنيين الأغاني الرومانسية بيروجوا للشذوذ الجنسي؟ هل ممكن الأغاني دي تخليك منهم؟ هو انت منهم يا معز؟ في الفيديو ده هتكلم على الأغاني اللي كلها حب وورد وفراشات، الأغاني الناعمة الطرية اللي كلها حنية وهي أغاني الحب. وده المفتي كرفت لي علشان زنجي. قبل ما ابدا احب اشكركم فشخ على التفاعل بتاع الفيديو اللي فات، لان انا بدات احس بجد ان انا عندي فان بيس قويه جدا. انا اختفيت شهرين ورجعت بفيديو كسر كل ارقام الفيديوهات اللي قبل منه، فشكرا لكم جدا يا جدعان. الصراحه يا جدعان برضه انا متضايق منكم، لان انتوا افتكرتوا ان انا في الفيديو اللي فات كنت بهزق المتابعين بتوعي. انا كنت بهزق متابعين اليوتيوبرز التانيين، في فرق كبير. المتابعين بتوعي دول حبايبي، دول هنا جوه. انا كنت بهزق بس الناس اللي هي ايه بتغل من جواها لما بتسمع سيره اليوتيوبر اللي بيحبوه بشكل غير لائق. الصراحه انا مش فاهم بالنسبه لهم ايه اللائق وايه الغير لائق، لان انا مثلا ممكن ابقى بتكلم باحترام فشخ ويجي برضه واحد يقول لي حسن من طريقتك. انا مش فاهم يعني المفروض كنت اعمل ايه يعني. في اخر فيديو كنت داخل سخن شويه على الناس، معلش. ايه داخل سخن دي؟ ام سو هوت يا جدعان. لما حد يجي يقول لي فلان عمك ولا علان عمك، انت كده مش جامد، انت كده دمك عرق. على فكره لو عمي الحقيقي عمل قناه يوتيوب هنا وكان محتوى زي الخرا، انا اول واحد اطلعه مسرح، لان انا ما عنديش خير وفقوس في الموضوع ده. اعتبرني بقى قليل الادب، ما بعملش حساب لحد. الاسم اللي يعجبك يعني. مش على اخر الزمن هاجي اخاف من يوتيوبر مهمش اكبر واحد عنده في الكوميونتي بتاعته عنده 6 شهور مثلا وداخل يشتمني. انت مستفيد ايه اللي انت تخش تشتم؟ الفتحه بتاعت الشرج عندك بترتاح. المهم الهجوم اللي اتعرضت له في اي فيديو من الفيديوهات اللي فاتت كوم، والهجوم اللي هتعرض له في الفيديو ده كوم تاني، لان انا هتكلم على الايكونز بتوع عبيد المشاهير في حد ذاتهم، مغنيين اغاني الحب. في الفيديو ده هنقسم التايم لاين بتاعنا لاربع مراحل. اول مرحله محتوى الاغنيه، ثاني مرحله المغنيين، ثالث مرحله هدف الاغنيه وهل هي فعلا بتروج للشذوذ الجنسي، ورابع مرحله وهي تاثيرها على شبابنا والمجتمع عامه. انا مش عارف ليه حاسس ان انا بتكلم زي الاعلاميين بتوع التلفزيون. انا لازم اخرج من الصومعه اللي انا فيها دي. يعني ايه صومعه؟ انا حبيت اضيف اي كلمه لغه عربيه وخلاص عشان امام فيها مثقف. اول شيء هنتكلم عن محتوى الاغنيه نفسها. مبدئيا كده النوع ده من الاغاني مفتقد لكل الابداع واغاني معفنه الصراحه. فهيقوم جاي واحد يقول لي يعني انت بتفضل بتوع المهرجانات على بتوع الاغاني دي؟ هقول لك مبدئيا كده الاثنين اغانيهم ولا ما تتسمعش. طالما انت روش قوي كده ومش عاجبك اي حاجه، امال ايه نوع الاغاني اللي انت بتسمعها؟ مبدئيا كده انا بسمع قران. اكفر بقى قول لي ان عمرو دياب احسن عشان تبقى اثبتها على نفسك دنيا واخره. يعني تبقى بتعبد مشاهير في الدنيا وفي الاخره انت قلت عمرو دياب احسن. انا بهزق عدو وهمي حرفيا. انا بهزق واحد هو لسه ما فكرش ان هو يبقى العدو بتاعي. الاغاني دي بتتكلم عن الحب والتلزيق والرومانسيه والحاجات العبيطه دي كلها، ويا ريتها فيها ابداع. كل المغنيين بيغنوا نفس الاغنيه بس اماكن الكلمات متغيره، مفيش اي ابداع في الموضوع ده، وده سبب كافي ان يخليك تتقفل من النوع ده كله عامه. نخش على تاني نقطة وهي المغنيين نفسهم. أنا مش هاخد أي حد غير اتنين، عمرو دياب يا وتامر حسني. يا متنا. تحس إن الفيديو ده هيبقى فيتشرد مع عم خفاجة يعني. أولا كده خليني مع عمرو دياب. ولا جيب لك زوزة يقول لك خد هنا بس ايه الستايل القرف اللي انت عامله ده؟ يعني صابغ لي شعرك اصفر وعامل لي سكسوكه حمو الطيخه ولابس لي حلق ومتصابي في نفسك وانت عندك حاجه و60 سنه. يعني ما تكبر بقى شويه. المشكله ان هو اصلا جاله جنون العظمه بسبب شويه الناس اللي بتطبله وبتقول ان هو مهما يكبر شكله لسه عيل صغير، وتصرفاته لسه عيل صغير، انما شكله كبر عادي. بدا يكرمش وبدا اللي هو يجيله الخنقه دي اللي هي بتاعت اللي هو لو في متابع جه شده من البنطلون اديله بالقلم على طول كده. الخنقه دي جايه لي عامه من دلوقتي. مبدئيا كده اكبر يا جدو وبطل الهبل اللي انت بتعمله ده واقلع الحلق. ما فيش رجاله بتلبس حلق. انا حاسس ان انا بتكلم زي اللي هي البت بتاعت ارفع بنطلونك الساقط. قررت اني اقدم بلاغ للسيد المستشار النائب العام. تعالى لي بقى تامر حسني. انا نفسي افهم ستايل الغوريلا اللي انت كنت عامله زمان وعامل لي فيها خارج من الادغال حتف على الاستوديو. وانا مش مشكلتي في اي شيء غير ان البنات كانت شايفه ان الموضوع ده سكسي. شويه البكتيريا والشعر والقرف اللي عندك هنا دول هم اللي كانوا موقعين نص بنات مصري. خلاص انا مش عايز اتكلم على الستايل القديم بتاعك، خلينا فيك بقى حاليا دلوقتي. من كتر عمليه التجميل انا بدات احس ان انت خارج من ماينكرافت دلوقتي. وشك بقى مربع. يعني انا مش عارف ليه بتكلم اكنه هو بيشوف الفيديو، بس انا هكمل في الصيغه دي عشان احسس نفسي ان انا مهم وكده. مبدئيا كده انت مهما تعمل الجو لاينز بتاعتك مش توصل لدرجه دكتور مكاوي. والصراحه يا جدعان انا بستغرب البنات فشخ لان عندهم مفهوم كده متخلف شويه. لان لو جه مثلا واحد مش مشهور مثلا وشكله مش عاجبها كده مثلا وقام جه قال لها ممكن نتعرف مثلا، هتمسكه تنفضه علقه وتصوره وتنزله على الفيس وتكتب متحرش والشرطه تيجي تاخده وهيطلع عين اهله. يعني من الاخر هو يستاهل الصراحه عشان حكاك. بس تامر حسني يختلف. لو تامر حسني جه وحضن واحده من الفانز وقام جاي مدي رائعها بوس، انا بقول مصطلحات بكرهها قوي يا جماعه معلش. القصد يعني ان لو تامر حسني لعب في اي ممنوعات فهو عادي
عادي يعدي ومش تحرش، وده تامر حسني مننا وعلينا يعني. بس انت يا جربوع لا، ما ينفعش تيجي تقول لها بس ازيك الساعه كام. وتاني شيء بقى تعالى لي بقى في كوميديتك، يعني بعيدا عن الستايل بتاعك، لا بجد انت لسه بتستعمل كوميديا عمر وسلمى دي في الافلام بتاعتك دلوقتي، اللي هي برضه كوميديا اللخبطه دي، اللي هو ايه اكنك كنت هتقول حاجه عيب وتلحق نفسك، اللي هو ده الشغل ده قديم قوي بجد. فوق يا تامر واخرج من 2008، تعالى لنا هنا احنا في 2025. انا حاسس ان انا واقح قوي ان انا بقول له يا تامر على طول. تعالى يا تموره في 2025 معانا وسيبك من 2008 كده، نبقى خلصنا بقى حته المغنيين. وانا الصراحه ما رضيتش اتك عليهم مع ان عندي كلام كتير قوي اقدر اقوله، بس ممكن نخلي الموضوع ده الفيديو تاني. النقطة الأهم اللي أنا جاي أصلا في الفيديو ده عشان أناقشها معاكم، هل الأغاني دي بتهدف إلى الشذوذ الجنسي؟ مبدئيا كده إجابتي على السؤال ده أيوه. ليه بقى؟ لأن الأغاني دي عمرك ما هتبقى سمعت فيها إن هو بيكلم أنثى، هيبقى بيكلم راجل عادة. تعالى يا حبيبي وهاخدك ونروح وحطوه، حرام عليك يا أخي، ومش قادر أبعد عن عينيك وبحبك. مبدئيا كده أغنية زي تملي معاك، تملي معاك ده بيوجه الكلام لذكر، مش تملي معاكي. لو كان تملي معاكي كنت هقول لك بيس قشطة يعني اتفضل. ولا مثلا أغنية زي تعالى دلعك قول لي ايه هيمنعك، جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك. شذوذ رسمي بيكلم راجل، عرضه كمان ان هو يجي هيدلعه وكمان المكان هيعجبه فوق كل ده، والله اعلم المكان ده فين بالظبط. ومثلا كل مره بشوفك فيها ببقى نفسي انت تقف بقى لغايه هنا. عايز تزرع ايه بقى في دماغ الشباب؟ حركات قوم مولود دي انا عارفها كويس، انتوا مفكرين يعني يا بتوع نتفليكس انتوا ان احنا مش هنعرفكم. واخر حاجه بقى الصراحه اللي جابت النهايه معايا، تامر حسني في اغنيه ليه اعتراف خطير، قال لك يا مفيش اصلي ما عنديش. مش محتاج اثبت حاجه يا جدعان، هو اعترف. فمبدئيا كده احنا هندي كل المغنيين بتوع النوع ده من الاغاني الختم النهائي، انتوا فعلا بتروجوا للشذوذ في اغانيكم، لان انتوا عمركم ما خاطبتوا انثى. انا دلوقتي شايف الغبي اللي واخد الموضوع على صدره بجد ومفكرني ان انا بكلم بجد. طبعا ما تعرفش ان انا اي كلمه بتخرج مني لازم تبقى هزار كده كده، حتى لو وشي باين على ان انا بتكلم بجد. نخش في المرحله اللي بعدها وهي تاثيرها، والاغاني دي طلعت لنا ناس عاملين ازاي. مبدئيا كده افتكر في دفعتك هتلاقي واحد شاطر على اي آلة، يعني بيعرف يعزف في اي حاجه وبرضه بيغني ومش عارف ايه والكلام ده، بس هو غالبا الواد ده بيبقى قصير وريحته وحشه، ما عندوش صحاب وطلعوا له شنب كده شبه كارت الفكه، شبه QR كود بالظبط. فهو طبعا عشان ما عندوش صحاب فاضطر ان هو يخلي الاغاني والالات دي هي صاحبه الوحيد المقرب، وغالبا بيكبر وبيطلع شاذ بسبب الاغاني اللي بيسمعها دي، لان هو بيلاقي نفسه فيها حرفيا، لان الاغاني دي عمرها ما اتكلمت عن بنت، فهو بيحط نفسه بقى في مكان الواد اللي بيتدلع واللي المكان هيعجبه والجو ده يعني. فعلى العموم يعني الواد ده بيبقى مهمش فشخ عشان ما عندوش صحاب، فتلاقي ان هو فكر ان صوته حلو فيقعد بقى يغمض عينه كده وهو بيغني بقى الايه مندمج يعني، وغالبا مبيبقاش في اي حد مهتم بالغنى بتاعه، وبيبقى صوته زباله، وبيبقى عنده فان واحد بس بيبقى مدرس. غالبا المدرس ده بيبقى مهمش برضه، وبقيه المدرسين مش بيحبوه وما بيقعدش مع حد اصلا في اوضه المدرسين، ولما بينزل تحت في الحوش ما فيش اي مدرس بيجي يعبره يعني. هو بيبقى نسخه الواد ده بس النسخه بقى اللي هو اشتغل مدرس، وغالبا بيبقى مدرس ماده تافهه فشخ يعني، ماده اصلا مش في المجموعه، اصلا هو ما بيعملش فيها حاجه يعني، هو مثلا بيخش يشغلها على اللابتوب كده وخلاص. ايوه الكلام محذوف ليك انت يا خروف. انا عامه طالع انتقم من الكل بقى في الفيديو ده. فتلاقي ان المدرس بقى المهمش ده هو بيسمع الطالب المهمش الاخر بيغني، تلاقيه بقى حاطط دماغه كده في الارض وبيهز دماغه كده بكل وقار واحترام وبتاع، وهو اصلا ما بيبقاش مركز مع الطالب ده خالص، هو بيبقى مفكر مراته هتعمل غدا ايه النهارده. تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي يا ديامي، يا ترى الحاجه مراتي عامله فراخ ولا لحمه النهارده. والمهم يعني ان الفنان الصاعد بتاعنا دوت اللي بيبقى عنده شنب QR كود بيكبر وبيخش الجامعه وبيبتدي ان هو يمارس بقى النشاطات بتاعته المتخلفه دي، وبيقف في نص الجامعه كده الجيتار ويقعد يغني ويعزف، شكله عبيط فشخ يعني. عامه بيبقى الطالب من دول طالع من السكشن عرقان وتعبان وقرفان ومش طايق حاله وعايز يروح يجري، والواد دوت مفكر بقى ان صوته جامد فشخ يعني، كمان في كام واحد ملموم حواليه. بجد ده نفس حل اليوتيوبرز اللي انا اتكلمت عنهم في الفيديو اللي فات، هم ومتابعينهم بالظبط. فعامه لاي حد بيكره الاغاني دي انا برسبكتك وبحبك، انت هنا حبيبي اخويا قلبي صديقي. واي حد بيكره المهرجانات استنى في فيديو قريب عن المهرجانات. هتقولي ما تعمل فيديو عن الراب، ممكن اعمل فيديو عن الراب بس الفيديو ده اتحلب. عامه اي حد فتح قناه يوتيوب عامه بتتكلم في المحتويات الساخره اتكلم عن الراب، بس مش عارف ازاي سايبين الاغاني دي واغاني المهرجانات. بس ماشي ممكن اتكلم عن الراب، انا مش متحيز عامه، بس هو مش في حساباتي دلوقتي. وبس كده يا جدعان يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. كله ينزل يشترك في سيرفر الديسكورد اللي تحت في الديسكريبشن، لان انا ببقى على تواصل معاكم دايما، وغالبا بنخش مكالمه كل يوم الساعه 1 تقريبا اكننا في ستريم يعني، بس ببقى بتكلم معاكم مباشره كده على طول. لو عايز تشترك اشترك، مش عايز تشترك انت حر، دي حاجه ترجع لك. لو عايز تحط لايك حط لايك، عايز تحط ديسلايك فتيك بقى. وبس كده اشوفكم في فيديو جاي، سلام.